السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مسقعة جميلة قوي بجد، يعني ولا تقولي بقى بتاكلوها في مطعم ولا غير مطعم ولا الكلام دوت. اعمليها بايدك هتبقى طعمها تحفة. اعمليها على الطريقة ديت هتبقى جميلة جدا. دلوقتي انا معايا تقريبا كده يعني كيلو بتنجان رومي. بصراحة انا مش عارفة هم قد ايه بالظبط، هو كانوا عندي في التلاجة يعني، فقلت اعمل كده مسقعه. رحت مطلعاهم اغسله الاول، وبعد كده اروح عايشه الورده بتاعته اللي قدام ديت، انا مش عارفه بيسموها ايه. ماشي. دلوقتي انا لو انا عاوزه اشيل دي كده شويه بدل ما هي تبقى كلها كده قشر، ممكن اشيل منها كده شويه. سويلي يا جماعه، معلش يا جماعه انا اسفه. مش ابتديت ان انا افصل عشان بس الراجل بس بتاع الانابيب اللي معدي دوت، عشان الصوت بس مضايقكوش. زي ما قلت لكم انا حشتها كده. عايزين تحوشوا اكتر ماشي، مش عاوزين تحوشوا خلاص، مش عاوزين تحوشوا خالص ماشي. بصوا بقى، علشان خاطر ما تشربش معايا زيت انا هعمل ايه. مش هخرطها كده، انا مش هخرط كده خلاص، لا انا هخرطها كده، هخرطها بالطول. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. اسند كده على حاجه، نقطع كده بالسكينه تكون حاميه معايا علشان خاطر ما تضايقنيش وما تعورنيش. بلاش امسكها اقطع كده يا بنات، علشان خاطر ما السكينه ما يجيش الله لا يقدر في ايدي تروح معوراني. اعملوها كده احسن واضمن. خلاص، عشان ايه؟ مش عايزين اي اصابات خالص. هقطع البتنجان كده معايا وهوريكم. بصوا يا بنات، لو انتوا عاوزين، لو انتوا طبعا لاقيين البتنجانيه كبيره كده وانتوا مش عاوزين تخلوها كبيره كده، عايزين ممكن تقطعوها كده ماشي، ده شيء يريحكم. لو البتنجان معاكم صغيره كده عايزين تسيبوها كده براحتكم خالص. اهم حاجه ان انتوا البتنجان ما يكونش مبزر. بصوا شايفين عامل ازاي؟ ما يكونش مبزر ولا يكون فيه البذر التخين دوت، عشان بيخلي البتنجان بيبقى ممرر. واقطع البتنجان بالطول كده. ده سر من اسرار البتنجان، ان هو ما يشربش زيت كتير. هو بيشرب زيت بس مش كتير. بيقولوا البتاع اللي بتبقى هنا ديت، اللي بتبقى من تحت دي بتبقى عريضه شويه، بتبقى كبيره شويه. خلاص، عشان كده البتنجان ما بيبقاش مبذر وبتبقى خفيفه. دلوقتي هرصه في المصفى وحاطه طبق تحتيه علشان خاطر الميه اللي تنزل. في ناس بتحطه في الشمس، بس انا طبعا انا ما عنديش بلكونه. اغطيه بحته وحطيه في الشمس. بس طبعا رشي كده ملح كده الاول، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ورصي تاني. لسه في سر تاني يا بنات في في البتنجان، ان هو ما يشربش زيت معاكم. البنات اللي ما عملتش لايك، الناس اللي بتتفرج ما بتعملش لايك يا جماعه وما بتشتركش، وبتبص على الفيديو كده من بره وتطلع تجري بتوقع الفيديو. يعني خلينا كده واقفين كده جنب بعض، اسمعوا الفيديو للاخر، يمكن تلاقوا حاجه ما تعرفوهاش. ولو عارفينها، لو انتوا عارفين حاجه زياده قولي لي، يعني قولي لي في الكومنتات. لا لو كده عملتي كده يبقى احسن، لو كده يبقى احسن. خلاص، انا دلوقتي خلصت اهو، انا عملته، رشيت عليه ملح وهسيبه بقى ساعه، اسيبه ساعتين لما ينزل الميه اللي فيه خالص. واغسل ايدي بسرعه مطرح البتنجان عشان خاطر بيسيب اثر كده في الايد غامق. خلاص، هسيبه كده ينزل الميه اللي فيه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا معانا فلفل رومي على فلفل حامي على بطاطس محمره. خلاص، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات، انا سبت البتنجان حوالي بقى، هو بقاله كده يجي ساعتين. خلاص، انا طبعا ببقى مخرطه البتنجان قبليها، واسيبه يتصفى شويه من الميه بتاعته. بصوا نزل الميه قد ايه. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ انا مش هشطفه بميه، انا هاجي احط البتنجان كده وانزله
في الدقيق. انا حاطه الزيت يسخن اهوت، حط الزيت يسخن على نار كده وسط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده اروح في الميه، اطلع من الميه واروح على الزيت. الزيت عاوز ايه؟ يسخن كمان سيكه، هو كده يعني شويه بس نستنى عليه. لا يلا، انا مش عاوزاه يبقى سخن مولع. خلاص بصوا البتنجان يعني انا مخلطاه حوالي نص سنتي كده، معملوش رفيع اوي. حط كده في الدقيق. ده السر التاني اللي بيخلي البتنجان ما يشربش زيت. كنت هقول لكم ما بيشربش ميه، اللي ما بيشرب كانش مش بيشرب زيت. خلاص بسم الله. خلاص اهو كده هعمل الكميه كلها وارجع لكم. طبعا هحمر بطاطس، انا خرطت بطاطس، وهحمر فلفل حامي مع بارد، رومي يعني مع حامي، وهقليهم برضو. بس البتنجان انا محمروش قوي، هحمره نص تحمير. هحمر البتنجان نص تحمير يعني يا دوبك كده يبقى اصفر. انا هعلي بقى النار بقى شويه، يبقى اصفر وهروح مطلعه. خلاص محمرهوش قوي زي ما بنخلله، لا. خلاص هخلص الكميه وارجع لكم. بس ما تنسوش يا جماعه تعملوا اللايك والاشتراك ما تطلعوش تجروا من الفيديو، مش تبصوا كده وتطلعوا تجروا من الفيديو، لا لسه في حاجات تانية حلوه برضو في بقيه الفيديو. ماشي، هتعرفي المسقعه الطعم الجميل دوت بيبقى عامل ازاي. خلاص استنيني وشوفي بقيه الفيديو. بصوا يا بنات، ادي اللون اللي انا بقول لكم عليه، يبقى البتنجان كده يبقى نص ايه، نص تحميره. خلاص هحمر الكميه وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات، انا قليت البتنجان اهوت وخلصته، والفلفل والبطاطس. خلاص طبعا انا حطيت البتنجان في مصفى وحاطه تحتيه طبق، قلت عشان لو في يعني نقطتين زيت ولا حاجه نقطه ينزلوا ايه في قلب الطبق. هو بصراحه يعني للامانه هو نزل معلقه واحده بس زيت، معلقه صغيره من المعلقه دي، المعلقه بتاعت الرز. خلاص وحطيت انا معلقه تاني زيت في الصينيه. خلاص دلوقتي هعمل، معلش يا جماعه عشان انا بس انا اللي ماسكه التليفون وبصور، فاعذروني معلش. انا دقيت تومه بحبه ملح بحته فلفلايه حاميه. عايزين انتوا تعملوها بفلفلايه بارده ماشي براحتكم، الفلفل ده اختياري، الحامي والبارد ده اختياري. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتقولي انتي قلتي ان كده البتنجان مش هيشرب زيت، وقلت لنا قطعتوه بالطول مش هيشرب زيت، ولما هينزل ميه مش هيشرب زيت، ولما قليتيه عملتيه بالدقيق برضو مش هيشرب زيت. مش معنى كده ان هو مش هيشرب زيت خالص يا بنات، يعني معنى ان هو مش هيشرب زيت يقولك من غير ما يشرب ولا نقطه زيت، لا ده كده الموضوع ده كده، لا بيشرب زيت بس بسيط، بيشرب زيت بسيط عشان ما نبقاش كدابين ونضحك على نفسنا. خلاص بيشرب زيت بس اقل بكتير، يعني مش اقل بشويه صغيرين، لا اقل بكتير. خلاص دلوقتي انا حطيت الثوم اهوت، وهحط رشه كزبره صغيره ناشفه. طبعا اللي بيصور معايا الفيديو اللي بتمسك التليفون نايمه وعماله اصحي فيها، مش عايزه تقوم، فانا ماسكه التليفون بايدي وبعمل بالايد التانيه. فمعلش لو في اي حاجه معلش اعذروني. هستناها تصفر وبعد كده هنزل عليها بالخل. البنات اللي بتطلع تجري من الفيديو ما بتستناش ان هي تاخد اخر الفيديو، تستنى ونشوف اخر الفيديو ايه. بتتفرج كمان ما بتعملش لايك ولا بتشترك في القناه. اللايك ده ببلاش، يعني هتدوسي دوسه كده
خلاص، هو بس اللايك بس عشان خاطر يعني كل ما الناس تدوس لايك بيخلي الناس اكتر تشوف، بس مش اكتر يعني. وخلاص كده نفرط، ننزل بقى عليها بسم الله الرحمن الرحيم بنص كوبايه خل يا بنات، نص كوبايه خل. عيالي هنزل بالطماطم. الطماطم انا بشراها، الطماطم بشراها مش ضرباها في الخلاط. انا بشراها بالمبشره دي، خلاص انا بشراها اهي، مش ضرباها في الخلاط، مش عشان الخلاط بايظ والله ولا حاجه، لا انا عايزه ممكن افرمها في الكبه، بس انا ببشر الطماطم بالمبشره دي. خلاص انا حتى خليت لكم واحده قلت علشان خاطر اوريكم اهو انا ببشرها، بس طبعا انا مش عارفه اوريكم عشان انا ماسكه التليفون ماشي، بس انا حبيت اوريكم ان انا ببشرها بالمبشره ماشي. خلاص غليت اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هطلع الطماطم دي ابقى ابشرها انا بقى بسم الله. خلاص كده الخل غلى مع مع الثوم بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص طبعا هحط هنا في رشه كمون حوالي ربع معلقه صغيره، والملح طبعا حسب ما هيتحيق، دي حوالي معلقه صغيره، ومعلقه سكر. معلش يا جماعه الخل خلاني كحيت لما نزل على النار على التومه يعني. تمام، هسيبها كده بقى تتسبك مع نفسيها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا بنات نسيت اقول لكم على حاجه، الطماطم ديت انا عامله حوالي بتاع كيلو الا ربع، يعني من كيلو الا ربع يعني تقريبا كده بتاع كيلو الا ربع. خلاص طبعا انا مش جايبه الحاجه بالميزان بالظبط، فهو تقريبا كده حوالي كيلو الا ربع طماطم. والخل لو انت عاوزه تقللي الخل وما بتحبوش الحاجه فيها خل كتير، ممكن تحطي ربع كوبايه، يعني ممكن تقللي من الخل ده براحتك خالص ماشي. بس طبعا هو كده يعني بالنسبه لنا كده مظبوط، يعني هي دي المسقعه مظبوطه كده. خلاص هتتسبك وبعد كده هرجع لكم هشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا بنات اهي الطماطم اتسبكت اهي، خلاص مبقاش فيها ميه خالص اللي هي بتنزلها. هحط بقى شويه ميه، مكترش الميه واشوف كده الاول. زي ما قلت لكم الطماطم حوالي كيلو الا ربع طماطم، لو انتوا عايزين تزودوا كمان حبايتين ماشي، عشان خاطر البتنجان بيشرب صلصة الطماطم. مسقعة عامة بتحب الصلصة تكون زيادة شوية. خلاص هظبط بقى الحياء بتاعها، هظبط لو انا عايزة احط شطة هحط، لو انا عايزة احط ملح هظبط الحياء بتاع الصلصة ماشي، علشان لو دلعة مش هتبقى حلوة. خلاص هتغلي وانزل البتنجان فيها والبطاطس والفلفل، وبعد كده هحطها في الفرن البوتاجاز. خلاص يعني بعد ما تغلي هحط فيها البتنجان وهحط والبطاطس والفلفل، وهحطها في فرن البوتاجاز. هشغل الفرن شوية وبعد كده ادخل الصينية، وبعد كده هسيبها حوالي نص ساعة واروح مخرجاها. خلاص مش هغطي الصينية ولا حاجة، انا ممكن اعملها من فوق. بصوا يا بنات انا حطيت حوالي كوبايتين ميه، حوالي كوبايتين ميه، هسيبها تغلي وهرص البتنجان معاكم. بصوا يا بنات اهي خلاص الطماطم غلت، هنزل بقى فيها المسقعه، نزل البتنجان كده بنتي عيلتي لازم توريه، لازم توريه، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، لا لازم توريه. هحاول ان انا اعمل ده كده
بس كده هتغلي غلوة واحطها في فرن البوتاجاز. اهوت يا بنات، سيبها ايه يعني حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع كده في الفرن. عادي احطها على نار عالية عادي، هي مش عالية قوي يعني، بس ايه وسط يعني، او فوق الوسط شوية. خلاص، ومش هغطيها ولا اي حاجة. هساوي كده، هساوي البتنجان بس عشان البتنجان كله يبقى في قلب صلصة الطماطم. خلاص بالراحة كده هسيبها هتاخد الغلوة دي، وخلاص هحطها في قلب الفرن. اهي يا بنات صينية المسقعة طلعت. ريحتها جامدة قوي وطعمها طبعا اجمد. مش عايزه اقول لكم جربوا الطريقه ديت يا بنات، هتعجبكم قوي قوي قوي. ما تقوليش بقى اي مسقعه بقى في اي محل ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله. زي ما قلت لكم ابشروا الطماطم هتديكوا طعم جامد قوي. اللي ما عندوش المبشره يقطع بالسكينه طماطم قطع صغيره. وزي ما قلت لك عايزه تحطي كيلو الا ربع طماطم حطي، عايزه تحطي كيلو طماطم حطي. كده كده المسقعه بتحب الصلصه تكون زياده فيها شويه. خلاص، وبرده لو عايزه تحطيها في الفرن ماشي، مش عاوزه تحطيها في الفرن خليها على البوتاجاز من فوق بس. خليها اول ما تغلي خليها على نار هاديه، وغطيها باي غطا او اي صينيه، ويا دوبك تاخد كده 10 دقايق ولا ربع ساعه بالكتير، وادفع عليها هتبقى معاكي زي الفل. بس انا بعملها في الفرن بصراحه بتبقى طعمها حلو. انا بحطها يا بنات على الشبكه اللي في النص، وبخلي النار يعني اعلى من الوسط شويه، وبسيبها حوالي نص ساعه، وبعد كده بطلعها. خلاص، بس وانا بحطها في الفرن انا مش بغطيها. خلاص، انا قلت لكم على كل حاجه اهيت. مش عاوزاكم بقى تنسوا الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم. كانت معاكم هدى عبد الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.